السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي وأحبابي، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في قناتي بستان المشغولات. شفنا مع بعض في الفيديوهات اللي عدت الغرز دي من الكروشيه التونسي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض غرزة جديدة خالص، هنستخدم فيها الخيط ده. هنشوف مع بعض تتعمل ازاي. طبعا الإبرة بتاعتنا اللي مناسبة للتعليمات اللي موجودة على الورقة بتاعة الخيط. هنشوف مع بعض. اول حاجة بنعمل مع بعض عقدة البداية، وبنعمل سلسلة مكونة من 10 15 على حسب. ادي 2 نخليها 15 مثلا، 15 غرزة. طبعا احنا زي ما تعودنا في الكروشيه التونسي ان احنا بنشتغل كده في السلسلة ومش بنخرج الخيط، مختلف عن الكروشيه العادي. تمام كده لحد نهاية السطر. يا رب يكون الشغل واضح. اهو لحد ما بيكمل معايا السطر. هنا كمل معايا السطر للاخر، باخد لفة، وبدل ما هخرج واحدة بس هخرج الاتنين مع بعض. اهو لفة واخرج الاتنين من اول السطر لاخره بنفس الطريقة. لاخر السطر كده لحد ما نشوف السطر اللي بعد كده هنعمل ازاي او هنشتغل ازاي. طبعا الطريقة دي ثابتة في الكروشيه التونسي، اللي هو اول سطر بيبقى سلاسل، وتاني سطر بنفس الطريقة دي ثابتة، وبعد كده بتختلف الغرز من واحدة للتانية. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد لفة. احنا متعودين في الكروشيه التونسي الحلقات اللي عدت مش بناخد لفة، لا الغرزة دي هناخد لها لفة كده على الابرة، وهناخد 2 مع بعض اهم كده، 2 مع بعض زي ما احنا شايفين كده، واخد لفة واطلع بيها كده. تمام، اخد لفة تاني، والاتنين اللي بعد كده اهم، لفة تاني والاتنين اللي وراهم كده، لفة على الابرة واطلع الاتنين كده، لفة على الابرة والاتنين اللي وراها كده اهو لحد نهاية السطر. لحد ما بخلص السطر كامل باجي عند الغرزة الأخيرة وباخدهم كده اهم. تمام، خلص معايا السطر بالطريقة دي. اكمل ازاي؟ باخد لفة واخرج اول 2 كده اهو، وبعد كده الاتنين اللي وراهم لحد ما بخلص السطر كامل بنفس الطريقة دي اهي، لفة واخرج 2، لفة واخرج 2 لحد السطر كله ما بيخلص معايا بالشكل ده. السطر خلص، هعمل ايه بقى؟ هاخد لفة. طيب فين الاتنين اللي هاخدهم مع بعض؟ باخد دي اللي هي باينة من فوق، ومعاها اللي من تحت دي اهي، اهي زي ما احنا شايفين كده اهي. طبعا بعد ما كنت خدت اللفة في الاول اهو، اخد لفة تاني واعمل نفس الحركة، باخد اللي من فوق واللي وراها اهي كده للاخر، واكمل باقي السطر بنفس الطريقة.
بكمل باقي السطر كده لحد الاخر، باخد اللي من فوق واللي بعدها اللي جاية من ورا، باخد لفة اللي هي السلسلة دي، باخدهم كده مع بعض هما الاتنين اللي باينة واللي من ورا اهي، لفة وبخرج اول اتنين وبكمل باقي السطر كده اهو. لفة وبخرج اخر اتنين. ده شكلها بعد ما خلص السطرين. هنكمل شوية شغل تاني لحد ما نشوف النتيجة هتدينا ايه. باخد لفة بكمل بنفس الطريقة، باخد اللي من فوق اهي اللي ظاهرة بالنسبة لي واللي وراها اهي شايفينها، باخد لفة وبطلع كده اهي واكمل باقي السطر وارجع لكم تاني. ده شكلها بعد ما كبرت اهي، وضحت اكتر. شايفين الشكل عامل ازاي؟ شكلها جميل جدا اهي. ودي القلبة، شايفين الغرز بتاعتها مرتبة ازاي وشكلها حلو زي السنبلة الخارجية. نكمل سطر تاني مع بعض علشان الطريقة تثبت. باخد لفة، باخد اللي من فوق واللي خلفها اهي كده على الإبرة، باخد لفة بكمل لحد نهاية السطر اهي. ده شكلها، يا رب تكونوا استفدتوا. وطبعا بنكمل الطول المطلوب بتاعنا اللي احنا عايزين نشتغله. يعني لو عايزين نعمل كوفية او عايزين نعمل اي حاجة او بطانية لطفل تنفع للحاجات دي كلها. شايفين شكلها مقارب للتريكو جدا وفي نفس الوقت كروشيه. يا رب اكون افدتكم، وما تنسونيش في اللايك والتعليق والشير، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي في غرزة جديدة معانا ان شاء الله. يلا سلام عليكم.